بكره الصبح لو الاهلي اعلن التعاقد مع اخوان بيتزيرا، هتسمع شويه كلام على اخوان بيتزيرا ده ان ده عسل عامل الزملكاويه. عسل. اه هتسمع انه ده لاعب وما بيدافعش ده بيقع على وبيعدل وشه، وبيقع ما بيعرفش يجيب وبيتشقلب. جون، ده بالونه. لو هو بالونه فالزمالك هو اللي عامل البالونه. لو زيزو بالونه لو زيزو بالونه انا يبقى متفق الزمالك معاك. اللي عمله مش بص انا. انا متفق معاك خلاص؟ في دي 300%. ولو يعني بيتزيرا لعيب خارق ومشي بكره راح الاهلي او بيراميدز هيبقى بالونه. يبقى استمروا بقى يبقى استمروا. انا ما غيرت على فكره، الحمد لله يعني، ودي حاجه انا بفتخر. اهو ده واحد المفروض ان هو بتاع كوره، وواحد المفروض ان مجاله وشغلته بيحلل كوره وبيتكلم في الكوره وحياته كلها كوره. زيزو انا كنت بقول عليه ان هو احسن لعيب في مصر عشان هو فعلا كان احسن لعيب في مصر. انت كمدلس كنت بتقول عليه بالونه عشان مش في فرقتك. هو عشان مش في فرقتك فانت كنت بتقول عليه بالونه. انا ما صنعتش منه بالونه لانه ما كانش بالونه لما كان عندي. احمد السيد زيزو كان هداف الدوري، كان افضل لعيب في مصر. ازاي زيزو ترشح وهو في الزمالك لافضل لعيب في افريقيا داخل القاره؟ ازاي ترشح لها؟ خسرها بس ترشح لها وهو في الزمالك. كان بالونه ازاي؟ نيجي بقى لزيزو لما جالك، احنا خدنا كلمتكم تريقه على اللي انتوا كنتوا بتقولوه وتريقه على اداؤه الموسم اللي فات. هو زيزو لو كان ادى 1% بس من اللي قدمه على الزمالك مع الاهلي كان في زملكاوي هيطلع يقول عليه بالونه. نيجي بقى للنقطه الثانيه، خوان بزيرا. خوان بزيرا قدر يجيب الدوري للزمالك في ظل ما انت وبيراميدز لوحده. في ظل ما انت وبيراميدز حرفيا عندكم اكتر من 20 لاعب انتوا الاتنين على بعض، كل واحد فيهم بس لوحده يقدر يقوم بفرقه. ما قدرتوش تعملوا حاجه. والعيل اللي سنه اولى دوري مصري قدر ان هو يجيب الدوري للزمالك، وقدر ان هو يكون افضل لعيب في مصر وافضل محترف في مصر وافضل جناح في مصر. قدر ان هو يعمل كل الكلام ده. فاحنا مش عاملين منه بالونه او بنحاول ان احنا نخلي بزيرة سواء بقى هو هيكمل معانا او لا، ان احنا بنحاول نخليه بقى وبننفخه والكلام ده كله. لا، احنا بنديله حقه. احنا مش منافقين زي ناس.